ستوري تايم. باش تعرفوا باللي ربي ملي كتطلبوا يوميا وتستنجد به وهكا من قلبك كيحقق لك داكشي اللي بغيتي. انا فاش كنت صغيره تحضيري الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامنه عانيت من قرحه المعده، عانيت من المعده ديالي كتضرني في كل شيء. 8 سنين وانا كنتعذب يوميا، كل نهار كنفيق كنتقيا في النهار تنوصل 100 مره، كنولي صافي كنتقيا الماء صفر ما فيه والو، ما بقيتش حملت الماكله. كل اربع وجمعه كانت كتكون خاويه كيديني بابا ديما للعياده. كنت كنشوف الحزن في عينيهم ديما، كان كيخسر عليا 15,000 ديال الدواء في كيسالي دغيا، كان ما كامله حتى 20 يوم كيسالي. كانوا قالوا لي الاطباء انه خصني ندير عمليه، خصهم يلحموا لي واحد البليصه، كانوا كيضحكوا معايا زعما حيتاش طفله وهادي، ولكن انا كنت كنحس بشي حوايج كبار ان هذا الشيء خطير. السبب اللي كان دار ليا هذا الشيء هو كثرة الزريعه، كنت كناكل بزاف الزريعه يوميا. كيقسم معايا شي حد كنشريها انايا، الزريعه الكحله اللي كتحيد ليها القشره وكتاكلها. الاطباء كانوا قالوا لي بلي ما خصنيش ناخذ زيت لوسيور، منع عليا البيض المسلوق، البيض لومليت، البيض اي نوع البيض، منع عليا الفواكه، كثرت الفواكه، منع عليا الخضره طيبه، التوابل. عقلت واحد المره بقى كيقول لي ما تاكليش كسكسو، ما تاكليش هادي، ما خصكش تاكلي البنان، ما تاكليش دانون. وانا نشوف فيه قلت لاش ناكل الهواء ولا نشرب الماء ولا كيفاش غنعيش؟ قال لي لا، خصك تاكليها المسلوق. وانا نحلف لكم بالله ما كاينش اللي غيتحمل ديك الماكله، لانه الماكله ديال السبيطارات ما عندها مذاق. صبرت، ولكن الحاجه اللي كنت كندير يوميا هي انني ما كنعس حتى كنطلب ربي انه يشفيني ويحيد مني داكشي وترجع صحتي احسن. فعلا كنت كنبكي كل ليله، كنطلب ربي مني ليه في السطح، كنضل نطلب ونبكي بالحرقه وداك الالم. دازت 8 سنين وكأن شيئا لم يكن، ما حسيت بوالو باقي، والحمد لله رجعت كناكل الحاجه اللي منعها ليا، التفاح، البيض، هذه البنان، دانون. ما تفقدوش الامل من الله.